أحمد عطاف نحاول السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. تحية طيبة. استمعوا لهذا الجزائري الذي قام بتوصيف الهزيمة المدوية والمدلة لنظام دولة العسكر ممثلا في وزير خارجيته أحمد عطاف، وذلك على هامش تلك المحادثات التي أجريت بين المغرب والجزائر في السفارة الأمريكية بمدريد. هذا الجزائري تحدث عن أن المغرب قام بإدلال نظام دولة العسكر وجره صاغرا للمفاوضات. طبيعة الحال الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى الدبلوماسية المغربية وإلى العصا الغالدة لترامب. نظام دولة العسكر لسنوات طويلة وهو يدعي بأنه ليس طرفا في الصراع وإنما هو مراقب. عذر أقبح من ذنب. نظام دولة العسكر حنا كنعرفوا بأنه كيمول بوليزاريو ودبلوماسيا وماليا إلى آخره، لكنه هذه المرة لم ينجح في التهرب، وهذا بشهادة المتتبعين والمراقبين انتصار كبير للمملكة المغربية اللي وضعت النقاط على الحروف وخلت نظام دولة العسكر يتحمل المسؤولية ديالو حطاتو كالطرف الحقيقي والأول والأخير في هذا الصراع المفتعل حول أقاليم جنوبية المملكة المغربية. هذا الجزائري صف السياسة ديال دولة العسكر والدبلوماسية الجزائرية والحالة اللي وصل لها أحمد عطاف بكلمات مهينة ومدلة. خليكم تسمعوها لأنني لا أجرؤ على إعادتها احتراما للمتتبعين والمتتبعات لهذه القناة. أحمد عطاف نحاول السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. النظام المغربي راهم متفوقين علينا، نعم راهم متفوقين علينا، قدروا يكركرونا ويركعونا ويقدروا يجرونا من الأذن ويدونا للسفارة الأمريكية في مدريد ويقولوا العطاف نحي السروال وبلع في بوك. وعطاف اليوم راهو في مدريد يقعد مع الوزير بوريطة ويبلع في بوك. كيفاش أنا تفرض عليا نقعد مع بوريطة في طاولة واحدة في مدريد وفي السفارة الأمريكية؟ راك نحيتي السروال بص قرمط.